ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل كفته الحياه الاقتصاديه بطريقه سهله وبسيطه جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله الكفته معانا عامله ازاي؟ بصوا الله اكبر. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا. الربع كيلو لحمه مفرومه عمل لي الكميه اللي انتم شايفينها دي كلها. شايفين بسم الله ما شاء الله عمل لي 16 صباع من الكفته. اول حاجه هسمي بالله وهبدا. معايا هنا ربع كيلو من اللحمه المفرومه. لو عندك ليا ضاني هتبشر عليها حته ليا بمقدار معلقه كبيره. ما عندكيش ليا ضاني يبقى وانت بتفرم اللحمه بتاعتك هتقولي للجزار افرم لي عليها حته من البوش. والبوش ده اللي ما يعرفوش ده بتبقى دهون من الفخده بتخلي الكفته طريه وجميله. معايا هنا بطاطسايه حجمها متوسط هبشرها بالمبشره. بعد ما بشرتها هضيفها على اللحمه، بس قبل ما اضيفها على اللحمه هعصرها من الميه جامد. واهم شيء انك تعصري البطاطسايه عشان مش عايزه اي ميه خالص في الكفته عشان ما تفكش مني. ومعايا هنا بصلايه كبيره برضو مبشوره بالمبشره هعصرها برضو من الميه. معايا 4 فصوص من الثوم، ومعايا قرنين فلفل، واحد اخضر وواحد احمر. لو عايزه تضيفي قرن فلفل حراق ضيفي براحتك. ما عندكش فلفل وعندك هريسه شطه تقدري تضيفي معلقه، ومعلقه بقدونس. هضيف معلقه من الملح ومعلقه فلفل اسمر. من كل حاجه معلقه صغيره. معلقه بابريكا. معلقه كزبره ناشفه. هحط معلقه من النشا، مش عايزه النشا تقدري تضيفي معلقه كبيره من الدقيق. هضيف نص معلقه من البيكنج باودر بتخلي الكفته هشه وجميله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل كفته الحياه الاقتصاديه بطريقه سهله وبسيطه جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله الكفته معانا عامله ازاي؟ بصوا الله اكبر. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا. وهضيف معلقه كبيره من توابل الكفته دي. هضيف عليهم كيس من الفيجيتار. ولو ما عندكش فيجيتار تقدر تضيفي 4 معالق كبار من البقسماط الناعم. هقلب بقى الحاجات كلها مع بعضها بالشكل ده كده. خلطت المكونات كلها مع بعض وهفرمهم فرمه في الكبه. وادي اللحمه بعد ما فرمتها، شايفين بسم الله ما شاء الله بقى نص كيلو من اللحمه معايا اهو بعد الاضافات اللي احنا حطيناها لها. تبقى بالشكل ده كده معايا اهي. الانسجه اللي فيها دي هي اللي بتبقى ماسكه الكفته وبتخليها ما تفكش. بالشكل ده كده اهو. جبت كيس بقى وفتحته بالشكل ده كده، كيس لبن نضيف.
ودهنته دهنه من الزيت بالشكل ده كده. بعد ما دهنت الكيس زيت بقى هفردها عليه بالشكل ده كده اهو. باخد الحته وبفردها على الكيس بالطريقه دي كده. بس اهم حاجه وانت بتفرديها خليها رقيقه جدا. عشان ما تبقاش تخينة معاكي. فردتها بقى رقيق بالشكل ده كده، وبلم الحروف بتاعتها من هنا ومن هنا بالطريقه دي كده اهو. وبلف كده. طبعا الناس هتستغرب والصوت اتغير. دي بنتي يا جماعه واقفه جنبي والا تتكلم معايا في الفيديو. اهو بلفها بالشكل ده كده اهو. صبعتهم وخلصتهم بالشكل ده كده. شايفين بسم الله ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة. اهم شيء وانت بتبططيها بططيها كويس قوي، خليها رقيقة، ما تخليش الصبع معاك تخين عشان يستوي كويس. ولو حسيت ان الكفتة جت طرية معاكي يبقى انت ما عصرتش البطاطس والبصل كويس فوق بنسبة مية. تقدر تضيف لها معلقة نشا كمان او معلقة بقسماط هتظبط معاك الكفتة. نسيت ادهن الصينيه بتاعتي بالسمنه قبل ما ارص فيها الكفته، بس مش مشكله. احط معلقه السمنه بالشكل ده كده، واول ما تدخل الفرن وتسيح هتتوزع في الصينيه كلها. كان عندي بقى دهن مسيحاه عاملاه سمنه، حطيت منه معلقه للكفته بيخلي طعمها حلو قوي. ما عندكيش حطي معلقه سمنه عاديه. سخنت الفرن 5 دقايق ودخلت الصينية، حطيتها على الصاجة من تحت أول 3 دقايق، وبعد كده رفعتها على الشبكة من فوق عشان الكفتة تاخد صدمة في درجة حرارة عالية، لأن الفرن لو بارد الكفتة هتجيب مية وهتنشف وهتبقى مش حلوة. قطعت بصلاية رفيعة بالشكل ده كده، وأحط عليها معلقة من السمنة ورشة فلفل أسمر ورشة ملح. فرمت عليهم شوية من البقدونس وأدعكهم بالملح والفلفل والسماق بالشكل ده كده، وبطلع لهم الكفتة. البصل ده بيتاكل مع الكفتة بيبقى طعمه حلو قوي.